السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات ملكة الطبخ لعشاق البريك التونسي، وانا واحده منهم. نحبه بزاف ويعجبني الشكل تاعو. اليوم حنحضره معكم. قدمته مع شريبه تاع المقطفه تاع اليد، ودرت خبز الكوشه. كما كنتوا تشوفوا فيه الشكل تاعو يجي بزاف شباب ويجي محمر. هذا هو البريك التونسي. تفضلوا معي تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبدا بسم الله. انا حنخدمه في سنيوه باش يجيني ساهل نديه للمقله. نجيب الحبه تاع الديور نطويها على 4 كما كنتوا تشوفوا في الجوانب باش الشكل تاعها يجي شباب. ولات على شكل مربع. نضغط باش ما يعاودوش ينفتحوا لي. نجيب البطاطا اللي كنت غليتها مع شويه تاع الملح ونديرها في الوسط ونمشيها، وفي الوسط نخلي شويه فراغ. ندير البصل اللي كنت قطعته رقيق، المعدنوس، رشه تاع الملح غير شويه ما نكثرش، والفلفل الكحل. نجيب الطون نوزعو كامل مع الجناب فوق المعدنوس. الكميه ديروا واش حبيتوا، تحبوا تقلوا ولا تكثروا نتوما واش تحبوا. حبه تاع البيض في الوسط، ونجمع الكوانه هذه مع الكوانه الاخرى تولي لنا على شكل مثلث. نهبطها غير شويه، نديرها في المقله اللي كنت سخنت الزيت. اذا ما قدرتوش ترفدوها خفتوها دوها بسنيوتها باش تجيكم سهله. نحطها في الزيت نقعد ندور فيها باش طيب لي كامل كيف كيف، ماشي جهه طيب جهه تقعد خضراء. ونقلبها ونقعد ندور فيها. نكون موجده تبسي درت فيه البابي باش كي نحطها يشرب لي كاع الزيت. درت الله يبارك محمره طابت على وجه. نحيها ونروح نوجد واحده اخرى. نطوي الكوانات كما كنتوا تشوفوا على شكل مربع. ندير البطاطا، البصل، معدنوس. انا نحب المعدنوس درت بزياده. ندير الطون، نمشيه مليح. رشه فلفل الكحل وشويه تاع الملح، ما نكثروش غير شويه. حبه تاع البيض. نلم الكوانات. هذا الديول الله يبارك صدقولي شابين ما يتقطعوش. جاتني سهله باش نرفدها ونحطها في المقله. نقليها وندورها باش طيب لي كامل كيف كيف وتجي محمره. ونحيها في البابي باش تشرب لي كاع الزيت. البريك التونسي راهو واجد كما كنتوا تشوفوا الشكل تاعو جا الله يبارك مع شريبه تاع المقطفه. وهذه مقطفه تاع اليد وخبز الكوشه. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم. نتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله، وصحه فطوركم.